السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها اليوم الخميس 15 دجنبر 2022 عن احتجاجها بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس. وأضاف بلاغ جامعة كرة القدم المغربية أن الاحتجاج جاء في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت حالة تحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربة جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وأكد بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي برسم نهاية كأس العالم.